السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. تعالى نعمل مع بعض الجبنة القريش بقى بكل سهولة وطعمة جدا وحلوة جدا كده، حاجة كده زبدة معانا. بصوا ملهاش حل، يعني لونها وطعمها وشكلها كده حاجة تفتح النفس. الجبنة القريش بقى هنعملوها النهاردة بكل تكاتها وتفاصيلها، وازاي تخزنيها تفضل معاكي جبنة قريش بالسنة كاملة معاكي. تعال نشوف مع بعض الطريقة، هوريكوا طريقتها سهلة جدا جدا، وده الشرش اللي طلع منها. تعال نسمي الله، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا. ديت ازازة لبن جايباها من واحدة بتبيع لبن من اللي هما الفلاحين، وده الطاجن يعني احسن حاجة يطلع لك اللبن رايب. ان انت يعني تعمليه مثلا جبنة او تعجني بيه او كده، بيطلع بصراحة اللبن الرايب تحفة. ما عندكيش فخار، في اي حاجة حطيها، في حاجة ألمونيا، في حاجة بلاستيك، في حاجة ستانلس، اللي متوفر عندك حطيه. مش هتوقفي على اي حاجة تحطي فيها. هنفضي دي ازازة، دي 2 كيلو ونص من الحليب الجاموسي. هنحط منها 2 كيلو بالظبط، هو باقي حتة فيها متجمدة اهيت. بس هسيبها تسيح شوية، هاخد يعني اللي هسيبه بس حوالي نص كيلو، والباقي كله هحطه في الطاجن. يعني بعد ما تفك هكملها على دولت واحطه في الطاجن كده. طبعا قعد معايا يومين بليلة، يعني عشان خاطر بس إيه يعني يومين وليلة زيادة، عشان الجو ساقع. طبعا بتولعي الفرن ويسخن، وتيجي طافية الفرن. تمام، وبتيجي حطاه بقى في الفرن وتسيبيه براحته لحد ما يتقل معاكي. بس هو عشان الجو ساقع فطول معايا، لكن لو الجو مش ساقع كنت حطيتيه بالليل في الفرن سخن، وتاني يوم كنت طلعتيه على طول. هنشوفه معانا بقى بعد ما عملته. هو بسم الله ما شاء الله كده، طلعته كده بقى من الفرن. لونه حلو جدا. طبقة الكريمة اللي على الوش بجد تحفة. عايزة تخليها في الجبنة وتعمليها بقى اعمليها. عايزة تلميها وتخزنيها او تعملي بيها حاجة، او ممكن تلميها على بعضها وتخزنيها في التلاجة وتعمليها سمنة براحتك. يعني تضربيها تعمليها زبدة وبعد كده تعمليها سمنة. بس حلوة جدا. كريمة بقى على اصلها. جبنة القريش كده حاجة تحفة. كله كان حلو بصراحة. تمام، بصوا وش اللبن ما شاء الله، الكريمة كمية قد ايه هوريكم دلوقتي. لما معايا ما شاء الله يعدي النص كيلو من الكريمة. يعني بصوا الطبقة بقى، دي معلقة مش صغيرة، دي اللي بغرف بيها الأكل. يعني ما شاء الله مليالي الطبق. طبق كبير ملتهولي حلو جدا جدا. طعمها بقى يعني حلوة، تحس ان هي كده ما شاء الله، من كتر ما هي فيها خير تحس ان هي لما تحطيها ببقك كده تدي دهنانة كتير كده اكنها سمنة. تمام، لمينا الوش كده بالشكل دوت. هلم بقى القشطة اللي باقية واوريكم الكريمة اهيت. بسم الله ما شاء الله، الطبق مليان كده حاجة تحفة جدا. والطبق معاه والله كبير، يعني كانت كمية ما شاء الله كبيرة. تمام كده معانا خلاص كده، لميت الكريمة كلها. ومعانا الجبنة. بس هجيب معايا هنا بصوا دي صينية كبيرة، وعندي انا الحصيرة اللي بيتعمل فيها الجبنة القريش. ما عندكيش حصيرة اعملي في قماشة او شاشة بيضة عادي. هغسلها برضو الحصيرة دي عشان كانت مركونة، لو فيها تراب فيها اي حاجة اهي بصوا غسلتها كده غسلة حلوة، عشان لو فيها تراب فيها اي حاجة تبقى نضيفة معانا. تمام كده، وفردتها هي على صينية. ولو عندك مكان تعلقيها فيه كمان يطلع لك الجبنة القريش احلى. بس انا ما عنديش مكان اعلقها، فانا حطيتها كده على الصينية. هفضي كده اللبن الرايب اهي. بسم الله. بصوا ما شاء الله نزل كده حاجة تفتح النفس. طبعا هلم اللي في الطاجن ده كله، مش هسيب حاجة يعني. انا طبعا مش عايزة الشرش اللي هو نازل من اللبن الرايب يترمى. انا عايزاه، انا هعجن بيه، فهو يعني مينفعش يعني خسارة، مش مينفعش ترميه، هو خسارة يترمى بصراحة. لان بيبقى حلو، بيطلع لك العجين طعمه حلو. اي نوع عجين اعمليه بيه هيطلع حلو قوي. دي معلقة كده الا ربع كده من الملح، يعني يعتبر حطيت معلقة ممسوحة يعني، عشان مش عايزة الجبنة بتاعتي تبقى حادقة ولا عدبة، هتطلع معايا طعمها حلو ومظبوطة. تمام، هنقلب كده اهوت في بعضه. ما شاء الله زي ما قلت لكم حلوة. وممكن ان انتوا ما ترفعوش الخرطة،
تسيبوها مضمومة زي ما هي كده على بعضها، بس انا هفردها شوية، تبقى الخلطة معايا ايه رفيعة شوية. لكن ايه دي تبقى حلوة اوي للسحور، جميلة 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 بشكل غير عادي. وعشان الجبنة بقى واسعارها الغالية فاحنا ايه قلنا نوفر يعني. بصوا اللي دميت كده الحصيرة على بعضها عشان خاطر تصفي الشرش اللي فيها كله. اللبن لما تجيبيه من الناس الفلاحين ازايز كده بيبقى ارخص من المحلات، وكمان بيبقى فيه خير وبيبقى حلو. بصوا انا جبت طبق كده شفاف صغير وحطيته تحت الحصيرة عشان خاطر الحصيرة كانت واصلة للشرش اللي نازل منها، فطبعا الجبنة مش هتنشف معايا. اهي بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى بعد ما طلعتها كده وانا شفت ايه، انا عملتها مثلا المغرب، تاني يوم الصبح فتحت عليها. إيه بس انتي عشان تمسك معاكي اكتر قعديها ايه ليلة بيوم. يعني مثلا لو عملتها بالليل تاني يوم بالليل افتح عليها. لو عملتيها إيه الصبح، تاني يوم الصبح افتح عليها كده يعني، تطلع معاكي حلوة قوي. تمام كده خلاص احنا كده جبنا معانا تمام اهيت. تمام كده هنشيلها بقى كده اهيت. بصوا تحفة تحفة، جميلة جدا ودايبة دوبان كده، حاجة تفتح النفس. طعمها خرافة ولونها حلو. الجبنة من كتر ما هي فيها دسم وخير زبدة كده دايبة. طعمها كان حلو أوي، جربوها بجد مش هتندموا. مش لازم يكون عندك حصيرة، حتة شاشة بيضة نضيفة كده، تكون حاجة يعني مخصصة للحاجات دي، أو تكون نضيفة يعني ميكونش في حد لمسها أو عمل فيها حاجة، وتيجي عاملاها بقى للجبنة وحطي فيها وطلع معاكي الجبنة تحفة. معايا هنا الجردل الصغير دوت نصه مية، حطيت معلقة مليانة من الملح هندوبها، يبقى الملح بتاعك مظبوط. تمام كده هنقلب كويس لحد ما يدوب معانا خالص، وندوق ونشوف الحدق بتاعنا. هنسقط الجبنة بتاعتنا كده بسم الله فيها. و هقول لكم برضو على حاجة تانية هتحفظ لك الجبنة. انا خليت القطعتين دولت الولاد هياكلوهم، وهتحطي قرنين فلفل اخضر او احمر، اي نوع فلفل حطيه وسيبيه بقى مية وملح والفلفل، وغطي عليها وسيبيها. بصي سنة كاملة في التلاجة والله ما يحصل لها اي حاجة، بيزيدها حسن وبتبقى جميلة جدا جدا. متقلقيش منها، ما تخافيش منها ابدا، مي وملح وقرنين فلفل وسيبيها. وحسب الكمية بقى اللي انتي عاملاها، لو عاملة كتير. استنوني فيديو جديد، مع السلامة.